التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. هذا المعرض على مدى العامين الماضيين واهتمام دائم من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع كلمة الأستاذ جمعة ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية. والحمد لله هذا العام فيه تقدم ملحوظ أيضا عن العام الماضي، ليس إقلالا بمعرض العام الماضي ولكن تأكيدا لتطور التعليم الفني بما فيه من طلاب وطالبات والقائمين على العملية التعليمية. فوجود المعارض بيبقى فرصة إظهار معدن التعليم الفني، إظهار منتج الطالب بتاع التعليم الفني اللي ما طلعش إلا بمجهود معلمه وإدارته المدرسية. الهدف الأساسي من معرض التعليم الفني في نظري أنا وفي رؤيتي المتواضعة هو المنافسة. مهندسة أمل حسان مسؤول البحث والتطوير للتعليم الفني بالإسكندرية. التعليم الفني لعرض منتجات التعليم الفني وإنجازات التعليم الفني بالإسكندرية. فريق عمل ناجح محب للعمل، إنكار الذات. أحييكم كلكم وشكرا ليكم، تعبتوا معانا فعلا لمدة 3 شهور متواصلين. بشكركم جميعا. معرضكم معرض رائع، مجهود واضح انه جميل جدا من قيادات اللجنه المنظمه. بشكر الدعوه الكريمه، تحيه كبيره خالص من قلبنا بكل حب. وان شاء الله مصر دايما بخير طول ما في فلاحين وطول ما في عمال. المستنى للاخر. الأستاذة نرمين دبل. الفنية والإبداعية بالمعرض. بقى شغل رائع. بصي في الصورة. هفضل اصلي لمصر بلادي، بابا وماما انا وولادي. دي مصر اللي جيشها عبر، مصر اللي بنت السد. لا تعبنا يوم من سفر ولا كلم كتافنا، والدفة لو مالت نعدلها بكتافنا. أرض الميدان لأنك جميلة، والنعمة يرى جسدي، وحياتك وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي. ربي والحنية تبان في عينيه. اللي عاد الجيش المصري لو راجل ما يقولش هاي. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،